السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة يا حبايبي بقى هنعمل ايه؟ اكلة حلوة كده مع بعض ترم العظم. طبعا انا لقيت الحمام بتاعي بقاله فترة كبيرة قوي ما بيبيضش ومش منه نتيجة. قلت ايه اما نمسك جوزين كده منهم نذبحهم نجرب نشوف هيستوي ولا لا يا حبايب قلبي. تمام. فطبعا ايه الكل قال لي سويه من غير ما تحشيه. قلت لا اما اجرب. انا لما بعمل له الحشو بتاعه بعمله ايه، ببقى اسويه شويه لو الحمام صغير. فقلت لا انا هعمله واعمله زي الايه زي البط كده. والحشو بتاعه الرز يكون ني، يعني الرز لسه ني والبصل وكده واتبله واحشي الرز فيه مش مستوي. تمام يا حبايبي، عشان خاطر هيقعد معايا وقت كبير على النار وهياخد سوا كتير. فايه ففي الفتره دي بقى يستوي على مهله الرز ايه في قلب الحمام. تمام. ومش هنحشي كتير يا حبايب قلبي، ولا هنحشي تحت الجلد، بحيث ان لو فرقعت الحمامه ما ايه ما الرز ما ينزلش معايا في الشوربه. تمام. احنا مش هنحشي الا الايه البطن بس يا حبايب قلبي كده. تمام. اهو زي ما انتم شايفين معايا عملنا ايه الخلطه اللي عملناها بتاعت الرز. بصل ورز والتوابل بس بتاعتنا، ولا ازيد ولا اقل. تمام. وبحط الكبده كده من عند الرقبه، والقناصه بقفل بيها وايه واقفل بالرجلين كده يا حبايبي بالشكل دون اهو. طريقة سهلة وبسيطة خالص. ونجرب مع بعض الايه الحمام يا حبايب قلبي كده اللي هو الكبير. تمام. اهو انا كنت نزلت فيديو قبل كده وانا عند الحمام. رحت اسال الست في السوق بتقول لي الجوز ب20 جنيه. قلت لها لا ده احنا ناكله احسن. وبالفعل لو انا بدام استغنيت عنه لا مش هبيعه، اعمله اعتبره فرخه بلدي كبيره عندي. احنا ما بنذبحش الفراخ بتقعد بالسنه والاتنين عندنا وما نذبحهاش وتستوي وبتستوي. ودكرة البط مثلا كده. فان شاء الله هنجربه كده مع بعض وهيبقى ايه زي العسل. وبالفعل يا حبايبي انا استوى وكان لحمته زي السكر اهو يا حبايب قلبي. بقفله بالطريقه دي اهو. واتني الجنحان لورا كده بالشكل دون، والرقبه اهو تحت الجناح. يا رب وصفاتي تكون بتعجبكم يا حبايبي، محتواي يعجبكم. لو عجبكم الفيديوهات بتاعتي ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم يا اغلى واحلى متابعين في الدنيا. حطيت كده حله على النار يا حبايبي فيها ميه بتغلي. تمام اهو. على اساس ان ايه اطلع لو في ريمه او كده، بس انا ما شاء الله غسلاه كويس ما لقيتلوش اي ريمه ولا اي حاجه. هنا كنت النور كان قاطع فكنت مشغله بفلاش التليفون معلش يا حبايب قلبي. فكنت هنا عندي ورق خس. قلت ايه نعمل جنب منه محشي خس، ورق خس. تمام يا حبايبي اهو. فكنت بتبله كده في الميه اهو. يدبل بس معايا كده ونطلع على طول اهو بالشكل ده يا حبايب قلبي. هنا بقى كنت فكره الحمام هيطلع ريمه معايا ما طلعش. جيت ايه سبته بقى يا حبايبي وكملت عليه التوابل بتاعته والحاجات بتاعته وايه وسبت شوربته زي ما هي. تمام. فجيت بقى يا حبايبي عملت خلطه المحشي عملناها كتير مع بعض. قلت بقى ايه نحشي بقى المحشي الورق الخاص ده بالطريقه دي يا حبايب قلبي. احنا بنلفه حجاب اهو. اهو بنحط رز كده ونقلب شمال ويمين اهو في ثانيه كده سمبوسك كده اهو. طريقة سهلة وبسيطة يا حبايب قلبي هتعجبكم. اهو حبة رز في الورقة وشمال ويمين اهو في ثانية. النور كان هنا كان قاطع يا حبايب قلبي. كنت ايه داخلة ابص على الحمام بتاعنا يا حبايبي اهو.
لقيته ما طلعش ريمه اهو زي ما قلت لكم. شايفين ميته زي الفل، لان طبعا انا غسلاه كويس ونقعاه كويس فزي الفل. هحط بقى ايه التوابل بتاعته. حطيت الجزر والطماطم والبصل والورق اللورا اهو، والفلفل الاسمر والكمون والتوابل بتاعه الشوربه يا حبايب قلبي اللي كلنا عارفينها اهو. وحبهان اهو. خلصت كده يا حبايب قلبي، حطيت له ايه التوابل بتاعته والحاجه بتاعته. اسيبه بقى ايه يغلي غلوه واحده، بعد كده اهدي النار عليه حبايب قلبي واسيبه مع نفسه اهو. هو قعد بصراحه على النار حوالي ايه ساعتين او ساعتين ونص تقريبا. تمام. انا مهديه عليه النار، دي طريقه تسويه الحمام الكبير يا حبايب قلبي اهو. اهو قفل مع نفسه ازاي، شايفين ما شاء الله اهو. مسافه ما تحط في الميه بتغلي قفل ايه كله مع نفسه كده. وحطيت له ميته بزياده بحيث ان ايه ان انا ما ازودش ميه، ولو زودتي ميه تزودي ميه سخنه. وحطينا عليه معلقه سكر يا حبايبي، ما تنسيش معلقه السكر. وما تحطيش ملح الا قبل خلاص ما تلاقيه قرب يستوي، اخر 10 دقايق كده يا حبايبي. تمام. عشان يديكي نتيجه حلوه ويستوي معاك اهو. معلقه سكر كده يا حبايبي بالشكل دون اهو، عشان ايه يسوي اللحم معاكي بسرعه اهو. طريقه سهله وبسيطه، يا رب تعجبكم يا حبايب قلبي اهو. هديت النار كده وسبته ايه مع نفسه اهو. شايفين يا حبايب بعد ما استوى؟ شايفين الجمال؟ شايفين الدسمه اللي فيه؟ الشوربه بتاعته زي العسل اهو. بوريكم هنا انا كنت خلصت بقى، بعد ما خلصت بوضب مطبخي واشطبه تمام اهو، وغسله مواعيني وكله تمام، ومستنيه الايه الحمام يخلص علشان خاطر ايه احط الشوربه على ايه حله المحشي اهو. اسوي المحشي بتاعي اهو يا حبايب قلبي. شايفين؟ شايفين فتح ازاي يا حبايب قلبي اهو. عشان كده قلت لكم ما نحشيش الجلده اهو. شايفين؟ بس بصراحه ما فيش الا هي واحده بس اللي فتحت كده اهو. بدأت بقى ايه في المرحله دي احط ايه دخل في السوا خالص اهو. شايفين؟ بدأت ايه احط اهو. عايزه اقطع لكم حته منها لان عاد سهل ان انا ايه اقطع منه اهو. ظبطت الملح بتاعي. بعد كده بقى ايه نسوي المحشي بتاعنا، ننزل نحط القعد بتاع المحشي اهو. شايفين الشوربه بتاعته بسم الله ما شاء الله زي العسل اهو. ما تخافيش، جربي وجمدي قلبك وان شاء الله الحاجه هتطلع من ايدك زي الفل. حطوا لايك بقى يا حبايب قلبي اهو. عندي حله المحشي بقى هنحط ايه القعد بتاعها اهو. ايه رايكم؟ يلا لايك للحمام بقى والمحشي الجميل ده، محشي الحجاب عشان نجيب الاحباب اهو. ربنا يخليكم ليا يا احلى واجمل متابعين في الدنيا، وما يحرمنيش منكم ابدا داخل مصر وخارج مصر. هنا بوريكم شلت حبات الحبه هنا هون، عشان ممكن تيجي تحت اسنان اي حد وهو بياكل، بتبقى طعمها بصراحه مقزز كده. اهو. ظبطت القعد بتاعي اهو، وهنسيبه ايه يغلي برضو والمحشي، وبعد كده ايه نهدى عليه
ونسويه كده. بدأت بقى احمر الحمام بتاعي خالص كده يا حبيبي، طلعته اهون وبحمره. شايفين الجمال؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله زي الفل اهو. والمحشي بتاعي استوى يا حبايب قلبي اهو، هنغرفه مع بعض. ايه رأيكم؟ تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم في الله يا اغلى واحلى متابعين في الدنيا. شوفوا الجمال بقى، شوفوا الجمال، واو، تسلم ايدي. ايه رأيكم في الجمال ده؟ حلاوة المحشي بقى في الشتاء كده وهو سخن كده اهو. شايفين الجمال؟ هذا الحمام بتاعنا يا حبايب قلبي اهو. اتفضلوا معانا بقى، اشوفكم في فيديو جديد وفي رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.